السلام عليكم. ناس كتير جدا عماله تبعت لي تسالني هو ايه المكان الكويس في الجيش. يعني انا مثلا لو انا داخليه او انا حربيه اختار انهي سلاح اروحه. طيب، قبل انا هقول لك مجموعه من الحاجات كده او مجموعه من الصفات لو تواجدت في المكان، المكان ده يبقى كويس، ولو ما تواجدتش في المكان يبقى المكان مش كويس. سيادتك هي اولويات، يعني مثلا النومه كويسه، الاجازه كويسه، مش عارف ايه كويس. انت كل واحده في دول انت اللي بتحدد هي بالنسبه لك اولويه ولا لا، وبناء عليها بيبقى المكان كويس ولا لا. طيب، بس قبل ما اقول لك ان شاء الله ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. طيب، هنبدا نتكلم. عايزين نعرف الاول ايه صفات المكان الكويس، والمكان الكويس بيتحدد على اساس ايه، وهل انا اقدر اطلب ان انا اروح المكان الكويس ده ولا لا، واولوياتي بتتحدد ازاي في المكان الكويس، وليه اصلا انا بقول لك على المكان الكويس ده؟ ما انت كده كده هتروح وما بتروحش في مكان بارادتك، فليه تقول لي على المكان الكويس؟ انا بقول لك على المكان الكويس مبدئيا. ليه بقول لك على ان في المكان الكويس تحدده ازاي؟ لانك انت ممكن في وقت من الاوقات مثلا تلاقي حد يخدمك، فلما الحد يخدمك لما تيجي تدور على حته كويسه عايز تروح تبقى عايز تبقى فيها عشان تبقى مريح. تدور على ايه الصفات اللي لو تواجدت في المكان ده هتروح وتقعد فيه وانت مستريح نفسيا وهتقدر تستريح فيه نفسيا. او ان مثلا في ضابط معاك، مثلا تعمل فيه خدمه حاجه انت بتعرف فيها، فيساله مثلا مين اللي بيعرف في الكمبيوتر، فتروح انت سيادتك تقول له انا بعرف في الكمبيوتر. خلاص، ما عندكش مشكله، تروح تظبط له مثلا وليكن عنده لابتوب او عنده حاجه، فتروح مظبطها له. انا بديك امثله هايفه. او انت ميكانيكي فتروح تعمله العربيه بتاعته فيتبسط، فيقول لك يا ابني بص، شوف المكان اللي انت عايز تروحه وانا اوديه لك، شوف الخدمه اللي انت عايز تطلعها وانا اوديها لك. فانت بقى بتحدد على اساس ايه؟ لو حد عايز يخدمك تقدر تحدد على اساس ايه المكان اللي مريح، او من البدايه عندك حد تعرفه وهيوديك مكان مريح. طب ايه المكان اللي انت هتروحه؟ وممكن الحد ده تعرفه وانت في الجيش، مش لازم تبقى بره. طب انا على اساس ايه اقول له المكان ده؟ ما هو انت لو قلت له وديني اي مكان وخلاص وهو ما كانش عنده درايه وعنده علم بالاماكن، مش هيوديك اي مكان. وممكن اللي يكلمه يبقى فاهم ان الخدمه دي مريحه وهي في الحقيقه الخدمه دي مش مريحه. فانت هتحدد الحاجات دي على اساس ايه؟ على اساس اللي انا هقول لك عليه. اول حاجه، الخدمه المريحه اللي هي بيتوافر فيها شويه حاجات. بالنسبه لي كان بالترتيب اللي انا هقول لك عليه ده. هم 7 حاجات. ال7 حاجات دول في ترتيب لل7 حاجات دول. طب ايه هم ال7 حاجات دول؟ ال7 حاجات اللي انا هقول لك عليهم: واحد، كنت مرتبهم انا بالنسبه لي كانت اهم حاجه النومه. يعني هنام 6 ساعات، هنام 7 ساعات، هنام 8 ساعات، بالنسبه لي كانت اهم حاجه انا هنام ازاي. إيه يعني انا لو نمت، انا عايز انام ال7 ساعات او ال8 ساعات انامهم في مكان نظيف، مكان مش مقرف. مش مهم عدد الساعات اللي بنامها، ولكن كان مهم بالنسبه لي ان انا لو نمت مفيش حاجه تضايقني في النوم، لا في حاجه بتقرصني، ولا في حاجه بتاكل فيا، ولا في فرش، ولا مرتبه معفنه من ايام السبعينات، ولا. بالنسبه لي كان ده المكان ده اول حاجه كنت بدور عليها. 2، الاجازات بتاع المكان. الاجازات بتاع المكان ليه؟ لان في اماكن بتنزل 23/7، وفي اماكن بتبقى فيها عبد، بتنزل فيها في الاماكن اللي هي بتبقى الدنيا فيها صعبه، بتنزل فيها 7 وعلى الله. يعني ايه 7 على الله؟ يعني تنزل 7 ايام والباقي وتروح ما انتش عارف هترجع امتى. يعني هو لما بينزلك اجازه بينزلك 7 ايام ولكن عليهم كام يوم ما تبقاش عارف. وفي اماكن تانية بتنزل 10 و10، وفي اماكن بتنزل 15 و15. انا الحمد لله كانت من الناس اللي هي بتنزل 15 و15. فانت كل ما اجازاتك تبقى موازيه لعدد الايام اللي انت بتقعدها في الجيش، يعني لو جيشك مثلا 15 و15 ده شهر، يبقى انت عندك 12 اجازه والجيش يخلص. لو انت سنه، ولو انت سنه ونص يبقى عندك ايه؟ يبقى عندك 18 اجازه. ولو انت سنتين يبقى عندك 24 اجازه، وهكذا. ولو انت 3 سنين يبقى عندك 36 اجازه. يبقى انت بتحدد اجازتك بالشهر، وده بالنسبه للناس بيعدي الجيش. تمام. تاني حاجه الاجازه. تالت حاجه الخدمات. انا بطلع 4 و4، ولا بطلع 6 و6، ولا بطلع 12 و12، ولا بطلع 18 وارجع انام 4، ولا ايه الدنيا؟ على حسب الخدمات وعلى حسب الشد بتاع الخدمات انا بشد قد ايه، ده فيما يتعلق بعدد الساعات. وفي حاجه كمان، في خدمات صعبه. خدمة الأمن الوطني بتبقى صعبة، في خدمات في أبراج معينة بتبقى صعبة لأن دي أماكن حساسة، فبيحطوا عليها عسكري يفضل لو هو شادد 12 ساعة تفضل شادد 12 ساعة ما تعرفش تقعد.
فدي خدمه بتبقى صعبه. فلما يجي حد يوصي عليا ما يودينيش خدمه من الخدمات دي، ما هو لما يوديني خدمه من الخدمات دي حتى لو بشد 4 ساعات فهي خدمه صعبه، ده انا بشد واقف ماسك نفسي ومشدود وانا مش عايز ابقى مشدود وابقى شادد نفسي قوي كده. فهي بتتحدد على اساس الخدمه برضو اللي انت رايحها. كمان كانت حاجه مهمه عندي جدا جدا جدا، ايه هي؟ الحمام. لان انا كان عندي عقد نفسيه شويه في فكره ايه، انا ما بخشش غير حمام بيتنا وكام حمام كده بتوع قرايبي، والباقي ما بعرفش اخش اي حمام. يعني انت لو سبتني في اي مكان وجالي مغص ما اعرفش اخش حمام ممكن اموت. فكان عندي عقده فيما يتعلق بالحمام. طبعا دلوقتي بخش اي حمام، بس كان ساعتها كان عندي عقده فيما يتعلق بالحمام. فما كنتش عارف اعمل ايه. انا كانت مشكلتي وانا ماشي من البيت انا اخش الحمام ازاي؟ يعني انا دلوقتي جالي مغص استنى لما انزل بعد كده؟ لا طبعا. فانت عايز تخش الحمام، فبالنسبه لي كان الحمام ده حاجه مهمه جدا. فكنت بفكر انا ازاي هعرف اخش الحمام. فالحمام ده رابع حاجه كنت بفكر فيها. انا مرتب لك الحاجات على حسب اولوياتي. في ناس تقول لك الحمام اول حاجه، لو الحمام نظيف انا ما امشيش من المكان، لان انا لو مشيت ممكن اروح مكان فيه خدمات واجازات كويسه بس الحمام وحش وانا هفضل تعبان طول الميري لان مش عارف اخش الحمام. فكل واحد على حسب، انا بس برتب لك الحاجات اللي انت على اساسها تختار. 5، الاكل. في اماكن بيكون الاكل فيها كويس، مش كويس بمعنى انت مش جاي لك خدمات من الفور سيزون او اكل من الفور سيزون، ولكن الاكل يكون عامل ازاي؟ الاكل يكون على الاقل وانت عارف ان العساكر ما بتعكش، وده طبعا نادرا لما تلاقي حاجه زي كده. فيعني الاكل خليه من الحاجات اللي هي الاخيره. تمام. 6 حاجه، العساكر اللي معاك. انت قعدت، ما هو انت ممكن تروح مكان مريح تقعد فيه مع عساكر تلاقي نفسك مش طايقهم ولا هم طايقينك ولا عارف تعيش معاهم. فانت لما تقعد معاهم نفسيتك هتتعب اكتر، فطبعا ما تقدرش تستحملهم. فالعساكر لو صاحبت كام عسكري كويس في المكان وبتاع ولقيتهم هيعدوا معاك الميري، دي حاجه مهمه لازم تركز في ان دول هيعدوا معاك الميري، يعني دول مهمين. طيب 7 حاجه، الضباط اللي انت اتعاملت معاهم في المكان. عندك قائد معسكر طيب، عندك ضابط خدمات طيب، عندك مش عارف مين طيب. ركز الضابط الرئيسي الاساسي اللي هو بيتحكم فيك، هل هتعرف تتكلم معاه؟ وده نادرا طبعا لما بتعرف تتكلم معاه، بس يعني خلينا نقول ان في ناس محترمه في كل مكان. فلو انت هتعرف تتكلم معاه، لا ده بالنسبه لي يبقى كويس جدا، لان ده لما اللي انا هعرف اتكلم معاه ده هيفرق معايا كتير جدا 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 لو حصلت لي مشكله، ودي حاجه مهمه. فدول 7 حاجات رتبهم باولوياتك. انت عايز الاجازات الاول، عايز الخدمه الاول، عايز النوم الاول، عايز مش عارف ايه، عشان ما حدش يقعد يهجص عليك. انت رتب الحاجات دي، هي دي الحاجات اللي بتخلي المكان كويس والمكان وحش. مفيش فرق ما بين سلاح مثلا لو وليكن في الداخليه كهرباء ومش عارف ايه، لان هو الفلوس شبه كلها قريبه من بعض. يعني انت لو رحت مكان مثلا زي الكهرباء مثلا وافترضنا وخدت 1000 جنيه 1200 جنيه مش فلوس. انت قصادهم بتاخد في الداخليه مثلا في قوات الامن 400 جنيه مثلا. فانت لا دي فلوس ولا دي فلوس، فاهم؟ انا اهم حاجه عندي اكون مريح، انا اريح وما اكلش، اريح وما اخدش فلوس. يعني ابقى مريح ونفسيتي مش تعبانه وما اخدش فلوس. تمام. وابعد كمان عن المكان اللي فيه ضغوط، المكان اللي فيه ضغوط نفسيه. ما انت ممكن تبقى مريح كل ده مريح بس ضاغطينك نفسيا، حاسس دايما ان انت مشدود وانك انت في مشاكل وان الخدمات مشدوده وان في لواءات بتمر وي. طبعا دي حاجه مش كويسه. فانت انا قلت لك على ال7 حاجات ماشي اللي انت هترتبهم. ضيف عليهم فكره ان المكان مشدود او لا، اللي هو يعني في لواءات بتمر، في مش عارف في ضباط كتير مش عارف ايه، لان المكان ده بيبقى مشدود. طيب الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي اولويات، رتبهم زي ما انت ما عايز، ولما يجي حد يخدمك قول له خدمني انا عايز مكان فيه الحاجات دي. او لما تيجي تسال العساكر او تسال حد في الجيش عشان في حد هيخدمك جوه، اسالهم على المكان اللي فيه الكلام ده. رتبهم انت كده بالنسبه لك، لان كل عسكري بيرتب اولوياته. فانت لو قلت له مثلا انا عايز اروح مكان مريح، هو بالنسبه له ممكن يقول لك المكان الفلاني ده مكان مريح عشان هو بالنسبه له هو مش فارق معاه مثلا اي حاجه، واهم حاجه عنده ينام كتير بس، لا نومه نظيفه ولا اجازات كويسه ولا اي حاجه. وفي واحد بيبص على الاجازات بس ما يهموش اي حاجه تانية. فانت على حسب اولوياتك هتعرف المكان ده مريح ولا لا. يبقى ما فيش فرق ما بين لا مشاه ولا في اماكن فيها فنيخه بس بقى في مركز تدريب، انما في القوى الاساسيه يعتبر كلها متساويه. كل الاماكن فيها اماكن كويسه، بس هي الرك على ايه؟ الرك على ان انا اللي هيوديني ده هيعرف يخدمني في المكان ولا لا. يعني ما تودينيش مثلا سلاح فيه فنيخه زي الكهرباء مثلا. الكهرباء ده الاصل ان هو سلاح مش مشدود، فانت ما تودينيش سلاح زي ده وتسيبني. لا يا عم، انا عايزك توديني اي سلاح مهما كان صعوبته ولكن تخدمني في السلاح ده. فانت دي الفكره. يعني انت لما تيجي تخلي حد يدخلك اي مكان يخدمك في المكان.
بس ان شاء الله بالتوفيق وايه، وربنا يكرمك، وربنا يكرمكم في اللي جاي. وزي ما قلت لك ركز في ان انت اللي هيوديك المكان يعرف يخدمك في المكان، ما يفرقش معانا اروح سلاح ايه، اهم حاجه ان السلاح اللي انا هروح فيه هو هيعرف يخدمني فيه. او لو انا مثلا عرفت ضابط في المكان او لقيت واسطه ليا بعد كده، او عرفت اروح لاي مكان عن طريق عسكري او فرد او امين شرطه او اي حد، او عن طريق عسكري او فرد اللي هو اللي بيسموه اللي هو امين الشرطه، او هناك عريف مثلا، او هناك حكمدار، او اي حاجه عن طريق اي حد مهما كان صغير او كبير، رتب اولوياتك واعرف منه، وقول له اهم حاجه ان هو يكون قادر يخدمك في المكان. بالتوفيق ليكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا.